حرفيا يا شباب هذا النوع من الخصوم لازم ترفع لها القبعة. مثل ما شايفين ضربت عليه وشالني. واسمعوا انزل تواجه مرة ثانية قاعد يقول لي تعال مرة ثانية. يلا تعال تعال. وشوفوا كنت ناوي ارجع لكن حصلت هدف جديد حلو. ترى انا بالفترة الاخيرة قاعد اركز على اهدافي. خلينا نركز على هذا الهدف وبعدين بتواجه مع اللاعب اللي شالني لانه يلعب واكيد راح يبقى لنهاية الزون. نزل بطرف الخريطة. وين بتروح؟ بس فهمني. تعال يا عمري تعال. تعال يا عمري. والحين بتواجه مع هدفي الاول. مثل ما شايفين دمجني وانا برضو دمجته. قاعد اهيل دمي وفي لاعب كان راح يشيله. شوفوا كيف فزعت له. الحين خلينا نتواجه راس براس. وشوفوا هو عارف اني فزعت له وما راح يشيلني. ورحت لعنده انا وانا مضمون. كنت كذا قلق شوية في البداية لكن تأكدت انه ما راح يشيلني. وشوفوا ايش راح اقول له. اسمع يلا ادخل الزون وبنتواجه مرة ثانية. اوكي يلا روح. يلا. خليته يدخل الدائرة وانا برا الزون. شوفوا شريط صحتي على طول تحركت للجهة اليمنى. وشوفوا شلته لكن ما كان ودي اشيله. ترى خصم محترم.